السلام عليكم، مرحب بكم متابعيني في كل مكان، طمنوني عليكم. اليوم حابة أعمل معاكم باسطة كعب الغزال من أجمل وألذ الحلويات السودانية المميزة المشهورة جدا. طريقتها سهلة وأي زول ممكن يعملها وتطلع معاكم أحلى من الحلواني. عبارة عن ورق جلاش محشي بحشو مميزة جدا، نكهتها رائعة، وأهم مكون فيها اللي هو السمنة البلدية. ومكوناتها عبارة عن كوب لبن بودرة محمص، وكوب سميد برضو محمص، وكوب جوز هند محمص، وكوب سمنة بلدية، وورق جلاش، ملعقة كبيرة كاكاو، ملعقة صغيرة قرفة، كوب قشطة، وكوب سكر، وشيرة جاهز. أول خطوة حنبدأ بيها حمص المكونات الجافة. أبدأ أول حاجة أحمص السميد، أول ما لونه يبقى ذهبي أنقله في حتة تانية عشان ما يبرد. وكذلك لبن البودرة أحرص على إنه درجة الحرارة تكون منخفضة عشان ما يقوم يحرق معاي ويقوم يتكتل، ولو يتكتل معاكم اسحنوه بالسحانة بيرجع بيبقى بودرة. جوز الهند برضو كذلك أحمصه لونه يبقى ذهبي وأنقله في حتة تانية عشان بيتحرق سريع. أجمع المكونات الجافة كلها مع بعض اللي حمصناها، أضيف عليهم السكر والكاكاو والقرفة، أحركهم مع بعض على نار هادئة. أضيف المكونات الجافة ومعاها القشطة ونص كوب من السمنة، وأحركهم مع بعض لما تتكون عندي عجينة متماسكة ما تتفتفت. النار ما تكون عالية شديد بس عشان تدوب لي السمنة. كده أصبحت جاهزة، اتكونت عندي عجينة متماسكة. أحضر ورق الجلاش، أخد كله 4 ورقات مع بعض. أول 3 ورقات أدهنهم بالزبدة، أخد 3 ورقات أدهنهم بالزبدة. الورقة الرابعة أخدها وأدهنها بالزبدة برضو. وعلى طرف ورقة الجلاش أخد الكمية مناسبة من الحشوة على شكل اسطوانة، وألفها رول. وأعيد برضو نفس الطريقة، أشيل 3 أوراق بتاع الجلاش، أول ورقة فوق أدهنها وأضيف الورقة الرابعة، أخد عليها الحشوة وألفها رول. بعد ما أخلص الكمية كلها أقطعها بالمقاس اللي أنا عايزاه، وأرصها على الصينية وأسقيها بالسمنة وأدخلها على فرن درجة حرارة 180 لمدة بتاعت 45 دقيقة أو أكتر، لغاية ما لونها يبقى ذهبي. وسقوها بالشيرة طوالي وهي حارة، الشيرة يكون دافي. أنا استخدمت الشيرة جاهز. وده شكلها بعد ما بردت، ما شاء الله تبارك الله، لونها جميل وريحتها حلوة شديد. بعد ما تبرد قدموها بالهنا والشفا. بتمنى انها تكون عجبتكم، وشكرا لكم، الى اللقاء في وصفة تانية.